اكبر ثريفتد هول هتشوفوه المره دي. انا جبت بنطلونات وجبت جواكت وجبت بلوفرات، جبت حاجات كتير جدا الصراحه. جايز واتساب، انا بسنت بعمل فيديوز عن ازاي تبنوا دولابكم صح، وازاي تلبسوا لو انتوا بتيت، وازاي تعرفوا الستايل بتاعكم، عن الهدوم المستعمله، عن اي حاجه ليها علاقه بالفاشن عموما. فلو انتوا مهتمين كملوا الفيديو. تقريبا الشتا دوت او الخريف دوت اول مره اشتري هدوم بدري قوي كده، ولكن اشتريت حاجات كتير جدا وباسعار كويسه جدا، في محلات كتير جدا برضو، فعشان كده قلت اعمل لكم الفيديو دوت علشان اللي حابب يشتري الفتره دي. اي نعم اتاخرت سيكا لان الهدوم عندي بقالها يومين 3، ولكن برضك لسه هتلحقوا تشتروا حاجات كويسه. انا جبت بنطلونات وجبت جواكت وجبت بلوفرات، جبت حاجات كتير جدا الصراحه، بس الفيديو ده هتلاقوا الحاجه فيه مش حاجتي لوحدي يعني. اول منطقه نزلتها لما نزلت اتجول كده واشوف هشتري ولا لا، ما كانش في نيتي اشتري حاليا لان انا عارفه ان الهدوم بتنزل يعني لسه بيبقى قدامها اسبوعين 3، ولكن نزلت اول حته البطاش علشان كان فيها محلات ياما، والسيزون اللي فات اللي هو الصيف ده جبت حاجات في اخره من هناك، فقلت انزل اتجول كده بما انها جنبي. اكتر محل لفت نظري هناك كان محل اسمه معلم الاجيال، وكان في الاخر عند الدوران بتاع شهر العسل او بعد بدويه تقريبا. لكم صوره المحل انا مصوراه. هناك كان في حاجات حلوه جدا، وكان في حاجات كل حاجه تقريبا، حتى الجواكت الجينز كانت موجوده، وكان في جواكت، وكان في كمان لبس رجالي، وكان في بلوفرات، وكان في يعني كل حاجه تقريبا. المحل ده كان فيه حاجات كتير جدا. صورت لكم بعض الحاجات كده منه، ولكن اسعاره كانت غاليه جدا جدا جدا. يعني عنده الجواكت ب1000 جنيه وطالع، وبدايه من 500 جنيه. فصراحه ما اشتريتش حاجه قوي، اشتريت بس دوت البيزك دوت، قلت البسه في الايام ديت كده. كان معمول في استندات بره، كان عليها عرض، كانت ب65. هو طبعا مش احلى حاجه بالنسبه طبعا ل الهدوم الباقيه اللي جبتها، لان انا رحت جبت من المنشيه، ولكن برضك هو شغال يعني بالنسبه للخريف، وعشان انا ما كانش عندي حاجه بيضه فكنت محتاجه حاجه بيضه فجبته. دخلت محلات تانية كتير ولكن ما كانتش نزلت شتوي قوي، منزلين حاجات خريفي، منزلين حاجات كده. دخلت محل تاني برضك هنزل لكم الاسم بتاعه او الصوره بتاعته عشان انا مش فاكره ان الموضوع ده كان من كام يوم. ده بقى لقيت عنده الاسعار كانت كويسه، بس الخامات مش احلى حاجه. يعني هو عنده بلوفرات ب100 جنيه وسويت شيرتات ب100 جنيه وب125، ولكن الخامات كانت خامات على اكليريك. عشان تاخدوا بالكم وانتوا بتشتروا، في فرق بين الصوف لما ندفع مثلا في بلوفر 100 100 و200 بس هو صوف يدفي، ولما نشتري حاجه اكليريك بنفس السعر هنبقى احنا خسرانين. هوريكم طبعا البلوفرات اللي جبتها، هوريكم الفرق بين ده وبين ده، ولكن قدام شويه. المهم كان عنده برضك جواكت، وسط الجواكت كان الجاكيت ب150، بس الصراحه ما كانتش احلى حاجه. يعني اللي هي حاجات اللي هي ايه، لو مثلا محتاجين حاجه اللي هو ننزل بيها هنا، او مثلا محتاجين حاجه اللي هو كليشيه كده. فما لقيتش عنده غير البليزر دوت اللي هنزل لكم صورته، ثواني هجيبه. يعني انا اول مره عموما انزل محل والاقي فيه بليزرات، يعني قليل قوي لما بلاقي بليزرات، وبتبقى في اماكن معينه، بتبقى صدف مش عارفه ايه. فده كان عنده حوالي 4 أو 3. انا خدتهم كلهم استون يعني. اي نعم انا اتريقوا عليا كتير ماما عشان كانت معايا وكده، ولكن انا بحب البليزرات الصراحه وبقدرها يعني. بحسها قيمه كده وشيك. هي ممكن مش بنزل بيها على طول، ومش ستايلي اللي هو، ومش الستايل اللي هو بلزق فيه على طول، ولكن برضك انا بحبها. فقست كذا واحد. اللي قسته دوت هو كان برضك ب150 جنيه زي بقيه الجواكت، بس دوت كان على سيفي، فانا كنت بدور على حاجه شتوي، اكيد مش هدفع في سيفي دلوقتي يعني. فجبت دوت. كان في بقى شبه ده كده بس طبعا مختلفه شويه، كانت على زيتي وبنيات، بس انا فضلت الابيض والاسود. وكان في واحد تاني برضك كان ابيض على اسود، بس انا حبيت دوت يعني. وهو قست البلوفر ده برضك كنت بفكر اخدهم مع بعض، ولكن في الاخر تراجعت، مع انه كان بلوفر حلو جدا، وكان يعني حاجه بقى زي ما بقول كده اللي هي الحاجات اللي هي بتويست. هو كان في الحاجات اللي هي فيها ستراس كده من هنا، عاملين شبه الزراير، وفي من هنا ومن هنا. فهو كان قيم جدا، اللي هو ممكن البسه مثلا لو مناسبه بسيطه البسه بالليل، وممكن برضك البسه الصبح على البليزر زي ما انا لابساه، او هلبسه لوحده برضك. ولكن مش عارفه يعني، تراجعت في اخر وقت مش عارفه ليه. مش عارفه، ممكن حسيت ان انا ممكن اجيبه واركنه شويه فما جبتهوش الصراحه. قلت لو ما لقيتش حاجه احسن هرجع اجيبه، بس طبعا كسلت ارجع وما جبتهوش. وبس كده، ده كان مشواري اللي رحناه في البطاش. البطاش انا شايفه ان احسن محل هناك هو معلم الاجيال دوت. لو انتوا ما عندكوش مشكله في رينج الاسعار ممكن تروحوا هناك، بس انا مش يعني اللي هو في ليميتد معين لكل حاجه، فانا مش حاسه اللي هو واصل للليميتد ده، هما معليين قوي الاسعار. فممكن نستنى شويه يكونوا هدوا الاسعار، او ممكن اخر الشتاء نروح لهم. بعمل شغل كده قلت برضك اتجول في المنشيه اشوف ايه الدنيا. لقيت هناك حاجات كويسه، اشتريت انا حاجات خريفي، ونزلت تاني يوم بعديها اشتريت انا واخواتي حاجات ياما. دلوقتي هوريكم الحاجات الخريفي اللي انا جبتها، وهوريكم الفرق بين الاكليريك وبين الخامات اللي هي مثلا تكون صوف او تكون فيها مهير او
كده يعني. صراحه تجولت في الاول، رحت شفت الباسكتات والحاجات دي، ما كانش في صراحه باسكتات ياما لان فرق الاسعار السنه دي عالي جدا بره. يعني احنا واحنا نشتري من بره الاسعار عاليه جدا. لو بتروحوا كارفور او سان هتلاقوا الحاجات فوق ال1000 جنيه وطالع. وبرضك المحلات اللي هي العاديه مثلا اللي هي زي في محطه الرمل في الهانوفيل مش عارفه فين، هتلاقوها برضك رينج الاسعار عالي من 500 و600. فبالنسبه لي السنه دي حتى لو انا جبت مستعمل اغلى شويه او مثلا جبتهم اغلى شويه بس حاجات قيمه فمش مشكله بالنسبه لي. طبعا ما فيش الاسعار اللي هي ب25 و35 والحاجات دي الا بسيط جدا جدا. الحاجات اللي جبتها دي وكانت خريفي ما تنفعش في الشتاء بالنسبه لي. هوريها لكم دلوقتي. ده تيشيرت عادي، ده ما فيهوش حاجه، بيزك ابيض كده عشان انا كنت محتاجه بيزك ابيض صغنطوط يبقى على مقاسي. ده كان ب10 جنيه، لقيته وسط حاجه كده وانا بقلب فاخدته البسه اليومين دول، بالذات اني بحب الحاجات المضلعه. ده جبته الواحد ب25. هو شكله كده تحسه اللي هو ما بحسه اللي هو بيفكرني بموضه الواي 2 كي او ستايل الواي 2 كي. هو ما فيهوش بردك حاجه وخامته اكليريك ما تدفيش خالص في الشتاء. يعني مش عارفه هو هيجي قريب في الكاميرا ولا لا، بس الخامه كده مختلف. طبعا احنا بنشوف التيكت اهم حاجه، ولكن يعني مع الوقت بنبقى عارفين الحاجه دي خامتها ايه يعني بالملمس كده. فابسط حاجه يعني ممكن تمسكوها تحطوها على وشكوا كده لو نضيفه، او تمسكوها في ايدكوا تحكوها كده هتلاقوها مش بتطلع سخونيه خالص في المطلق. الخامات الاكليريك ما تدفعوش فيها فلوس. يعني انا لو لقيت ده ب100 جنيه او 150 جنيه عمري ما هشتريه صراحه يعني. انما ب25 جنيه فاوكي قشطه هلبسه. اوكي قشطه هلبسه اليومين الجايين في الخريف. جبت ده. ده بردك اكليريك وشكله حلو يعني. وبحس مؤخرا او اكتشفت مؤخرا انا شخص كتافي واقعه قوي، يعني كتافي اصلا يعتبر مش موجوده اللي هي ساقطه خالص. فالقصه دي بالنسبه للكتاف بتظبط لو انتوا مثلا كتفكوا صغنن مضموم شبه كتفي كده او مثلا ساقط لتحت، انا عندي الاتنين. فده بالنسبه لي بيظبط قوي قصه الكتف وبيخليه مظبوط كده وبيديله حجم كده. المهم ده برده كان ب25 وشاريه من نفس المكان في المنشيه من نفس الباسكت. هو في سوسته كده من الجنب هنا وشكله كيوت في اللبس، اكيد هتشوفوه في الفيديو. بعدين في الاخر جبت ده برضو من نفس المحل ولكن ده كان في الحاجات المتعلقه وكان ب50. انا طبعا من عشاق الحاجات اللي فيها زراير وسبعه، وعندي الاتنين طوال فقلت اجيب واحد قصير، ما عنديش هدوم بيضه فنزلت اشتريت كل الحاجات بيضه تقريبا المره دي. لحد اخر الشتاء مش هجيب ابيض تاني. بس هو شكله يعني حلو واللي هو فيه خامه صوف، بس هو بردك ايه مش احلى صوف ومش اردق حاجه، شغال يعني. نقدر نقول ان هو وسطي. وخدته بدل، هو قال لي 85 باين، خدته ب50. هو في المنشأة بيفصلوا، في البطاش ما بيفصلوش خالص. في المنشأة كمان كل ما ناخد كمية كل ما يفصلوا اكتر. بس بقى دلوقتي انا همشي بمسار اليوم وازاي اشترينا علشان ما انساش اي تفصيلة، لان في حاجات ياما شفتها وفي حاجات ياما قستها هنزلها لكم تشوفوها. في المنشية لما روحت بقى صراحة وتجولت تاني مرة بعمق ودخلت المحلات وشفت الاستندات وكله، معظم الترندات اللي اتكلمنا عليها في الفيديو اللي فات بتاع اول امبارح هسيب لكم اللينك تحت وهسيب لكم اللينك هيظهر في اي حتة هنا كده، هتلاقوها في المنشية حرفيا. السنة دي انا حاسة ان الوضع مختلف بالنسبة للصيف. الصيف ما كانش فيه حاجة خالص في المطلق، كانت حاجات كلها مش احلى حاجة. انما الشتا دوت فيه حاجات ياما كويسة. او انا اللي استوقفني بس اول اللي لاحظته ان معظم الحاجات فيه منها صيني وفي منها ياباني. مش فاهمه ليه كده، ولكن برضك الحاجات كويسه. يعني في سويت بانس اشتريتها كانت صيني، وفي برضك البلوفرات اللي اشتريتها اغلبها صيني، بس برضو خامتها كويسه وبرضو خامتها حلوه. وفي حاجات ياما يعني حتى الحاجات الفرو هناك نازله كتير جدا، سواء بقى للاطفال سواء للكبار. انا شفت كذا جاكيت تيدي كنت عايزه اشتريه، بس في حاجات ما كانتش بتيجي مقاسي لان هو خداع شويه، تيجوا تقيسوه تلاقوه على مقاسكم بالظبط. كذا واحد لقيته على مقاسي بالظبط وانا عندي واحد من الشتا اللي فات فمرضتش اشتري صراحه جواكت. واللي كلب عمال يهوهو، سوري لو طالع انا مش عارفه اعمل له ايه صراحه، هو كلب بره. واللي كان عاجبني كان محجوز، يعني سالت عمو عليه لقيته محجوز فما اشتريتش جواكت تيدي، ولكن اشتريت حاجات تانية طبعا. اول حاجه رحنا عليها كانت البنطلونات. كان في ستاند كبير جدا كده في النص لما تخشوا من الناحيه بتاعه المنشيه اللي قلت لكم عليها، هنزل لكم بردك الفيديو اللي فيه المكان تشوفوه. وهحاول بردك لو ما منتجتش الفيديو النهارده لو نزلت بكره هصور لكم بردك المكان عشان تبقوا عارفين. في هناك سويت بانس، هي خامتها حلوه جدا. اول مره اشتري سويت بانس شكلها اللي هو مختلف وخامتها حلوه ومتبطنه من جوه. المهم ان هما كانت خامتهم حلوه جدا جدا. احنا اشترينا 3، يعني اخواتي اشتروا 2 وانا بعد كده تاني يوم نزلت اشتريت واحد. ان انا قليلا ما بقتنع بسويت بانس او بحس ان هو حلو عليا بسبب ان انا بحس ان هو مش مناسب مع الشيب بتاعي او ما لقيتش الشكل المناسب ليا لحد الان. يا رب الكلب ما يكونش صوته طالع. المهم اشترينا 3.
هوريكم واحد منهم. هنا ده هو خامة صيني، يعني مش خامة صيني قصدي، هو الليبل اللي مكتوب عليه صيني، فانا مش فاهمه حاجه صراحه من اللي مكتوب اهو. مش عارفه صراحه، مش عارفه باين كده في الكاميرا ولا لا. ولكن ميزتهم ان هما متبطنين، هو ده الوحيد اللي هو مش بتبطن بطانه اللي هي بتدفي، بس هو متبطن برضو. وبقى اهم حاجه في الموضوع هو الديزاين او القصه بتاعه سويت بانس ده مختلفه جدا. هي اخده قصه سلاوشي بانس شويه، يعني في كسر كده من هنا والجيب نزل شويه لتحت بشكل كده، وفي بقى كسر كده من هنا، مش عارفه باينه ولا لا برضو. بس هو شكله كيوت قوي وحلو قوي وبيرفع، ده اهم حاجه انه بيعمل شيب للويست. يعني اختي جسمها مختلف عن جسمي، يعني جسمها تفاحه، بس هي لابساه عامل لها ويست ومخلي شكل الشيب بتاعها حلو. وبرضك انا لبسته مع ان انا سويت بانس ما بتجيش معايا خالص، بس هو برضك حلو عليا ومش يعني شكله مريحني نفسيا عشان انا مش اي بنطلون بيجي معايا سكه او بيعجبني شكله عليا. ليه ما قستش دوت علشان دوت اقصر، ده بتاعي اللي انا جبته ده اقصر شويه، البتاع اللي عليه دوت مطرح البلوفر التاني، ما علينا يعني. ده اقصر شويه، ولكن انا جبته قلت هحاول لازم اشوف له صرفه، وصراحه ما رضيتش ارجعه. وهو متبطن بردك من جوه، بصوا متبطن وتقيل جدا، يعني اللي هو هلبسه لوحده مش محتاج حاجه تحتيه في الشتاء. واحد تاني بردك كنا جايبينه بردك حلو جدا ومتبطن من جوه، هنزل لكم بردك صورته، ولكن قصته مختلفه اللي هي قصه سويت بانس العاديه، بردك خامته تحفه 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 يعني. حاولت بقى ان انا افاصل فيهم، ولكن ساعتها عمو اللي بنشتروا منه مرضاش يفاصل، مع اني بتعامل معاه بردك وعارفاه وماما عارفاه. بس مرضاش ينزل حاجه خالص، لانه قعد يقول لي بقى ان ايه دول فرصه وخامتهم تقيله واحنا شاريينهم بكيلو، وعشان كده بنبيعهم ب150. فصراحه انا اشتريت، يعني هو كان عاجبني، قصته حلوه، ديزاين حلو مختلف، خامه مختلفه عن اللي موجوده في السوق ومتبطنه، ففرصه يعني، وفعلا مش هتلاقوه تاني. فاللي عايز يشتري كان في حاجات ياما هناك، كان في ستاند طويل جدا وهو مليان قصات، في قصات كتير جدا، حتى الوايد ليج، وفي رصاصي وفي اسود. انا ما فضلتش الرصاصي علشان الرصاصي بالنسبه لي لون فاتح ان انا البسه في بنطلون، وفي نفس الوقت انا ما عنديش هدوم رصاصي اساسا، يعني ما عنديش غير قطعه واحده تقريبا رصاصي او قطعتين وسويت شيرت وبتاع زي ده تاني، فلون مش بفضله قوي. ولكن في حاجات ياما هناك اللي عايز يشتري. انا شايفه الاسعار على امريكان ايجل عامل خصم البلاك فرايداي او الوايت فرايداي ايا يكن، بس هو عامل خصومات جامده ومنزلهم ب 500 جنيه وب 600 جنيه وب 800 جنيه. فطبعا 150 جنيه مش حاجه، احنا كسبانين، وكسبانين كمان خامه متبطنه وكويسه. دلوقتي وقت ان انا افكركم لو عايزين تنضموا للعيله اللي لسه ببنيها. العيله دي مهتمين فيها بمشاكلنا في الفاشن وازاي نحلها، وازاي نلبس نكون احلى حاجه، ونلبس احلى حاجه اون بادجت، وازاي نلبس على اساس جسمنا والشيب بتاعنا. لو انتم مهتمين بالكلام ده بليز اعملوا سبسكرايب للقناه وفعلوا الجرس وشيروا القناه لاصحابكم علشان تكبر بسرعه، وعلشان تخلوني كده عندي حماس ان انا اعمل فيديوهات اكتر. كنت بدور على بالطو، كنت شايفه بالطو قبلها بيومين، بس انا كنت حاسه اوفر سايز شويه، او اللي هو مش اوفر سايز، هو مقاسه كبير عليا. ولكن انا قعدت اللي هو افكر فيها وادورها، فلقيت ان هو صراحه قايم بالنسبه لسعره، وفي نفس الوقت لقيت ان انا ممكن اظبط فيه شويه حاجات، زي ان انا اقصره شويه واشيل اللي هي اسمها اوبليتات تقريبا، اللي هي الحشوه اللي بتبقى في الكتف دي، واخليه سواء ان هو يبقى اوفر سايز او ان انا البسه زي ما هو، يعني لسه بفكر في الموضوع. ولقيته من نفس المحل اللي اشتريت منه الحاجات الخريفي الاولانيه، هو كان ستاند كده فيه بناطي وفيه شويه حاجات كده، بس برضك فتشوا في الحاجه كويس وانتوا بتشتروها، علشان كان في جواكت كانت البطانه بتاعتها مفكوكه او مقطوعه يعني. جبته ب200 على زيتي كده، وفي اللي هو الوانات كده، بس اللي هي مش باينه قوي، بس هو غالبيته طبعا زيتي في بيج، وهو طويل زي ما هتشوفوه في الفيديو اللي هيظهر في الجنب هنا او في الجنب هنا، مش عارفه احطه في انهي جنب. المهم ان انا جبت بالطو طويل، لان انا كنت محتاجه بالطو طويل قصاد اللي معايا، ومحتاجه بعد كده اجيب واحد بيج او كافيه. ده كان ب200. في عمو اللي قدام شويه من ناحيه الدخله بتاعه النجف اللي انا جبت منه حاجات تانية هوريها لكم قدام. ده كان عنده الجواكت من رينج 500 جنيه، بينزل بالعافيه 400 450، بس عنده جواكت حلوه جدا جدا، وحرفيا دي بالتيكت بقى، يعني ده تحسوا اللي هو ايه قديم وفانتج، وهو عليه ليبل كده كوري. ثواني اوريها لكم. لا ياباني قصدي. مش عارفه، هي ليبل من التسعينات تقريبا اهي، مش عارفه باينه ولا لا، هحاول يعني اصورها لكم لوحديها وكده. ولكن المحل التاني كان عنده الحاجات جديده حرفيا اللي هو بالتيكت كده، ما يعني انا قست واحد بس انا ملحقتش اصوره، كان لونه بيج كده، وكان حلو وكان طويل لحد تحت، بس انا حسيته جد قوي لان هو كان على مقاسي بالظبط، وفي نفس الوقت اللي هو
في حاجات كده اللي هو بتحسوها جد كده، فما كانش ستايلي قوي. بالطو تاني كده كان بالطو تادي كده، هوريكم صورته هنزلها لكم، انا كنت مصوره بيه في البروفا. بس انا حاسه اللي هو ايه، انتوا عارفين ان انا قلت في الفيديو اللي فات قبل كده ان الفرو التاني دوت او الفرو اللي هو اللي عامل شبه بتاع الدباديب دوت، في منه بيبقى مضغوط قوي، في منه بيبقى منفوش وكده. فانا حاسه ان ده وسطي، يعني اللي هو ما كانش تقيل قوي ما كانش خفيف قوي. بس انا لما لبسته حسيت ان هو معرض الجزء ده، ومش عارفه حسيت ان انا ممكن ما البسوش لان هو ممكن يعرضني او يضغطني بقى بما اني كمان قصيره. فما رضيتش اجيبه صراحه. بس هو برضك كان ب 200 جنيه وكنت لسه ما فصلتش فيه، يعني اتجول كده وارجع له، بس ما لقيتش، صرفت الفلوس في حاجات تانية وما رجعتلوش لان انا ما كنتش مقتنعه بيه. يعني قلت ممكن اجيب وماشي يكون ارفع شويه وافصله هيبقى ارق من كده وابسط يعني. في جاكتين كمان هوريهم لكم برضك بالمره بما اننا بنتكلم حاليا عن الجواكت، بس مش بتوعي بقى، الجاكتين التانيين بتوع اختي. الاولاني ده بتاع اختي وليس ملكي لان انا ما بحبش الكحلي. هي كانت معجبه بيه قوي، بس هو بيفكرني بالجاكيت بتاعت ليمون. هو هحاول اجيب لكم الصوره، اللي هو الجاكيت البيج اللي كان لابسه دوت في اسطوره البحر الازرق. بس هو اصلا الستايل ده او الموديل دوت او القصه دي ايا يكن يعني ما بتبطلش، يعني حاجه اساسيه. بس انا اول مره اشوف منها البيج، انا دايما اشوف منها الجملي والكافيه والحاجات دي. هو متبطن بردك من جوه ولونه كحلي ولسه ما اتشطفش عشان كده متبهدل. وكان ب200 جنيه. هي وقتها بردك قال لها 250، قالت له 200، راح قال لها ماشي. وبعد ما مشيت قعدت تقول يا ريتني كنت قلت له 180 و150 وكده. عارفين الندم ده بتاع اللي هو يا ريتني فصلت معاه شويه كمان. ده بقى اللي تحفه بجد، تحفه 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 يعني. بيفكرني بمحمد رمضان. اختي بتحب الحاجات اللي هي الفانسي، اللي هي تبان اللي هي فاهمين كده، اللي هو تحسوا ان انتوا كده يعني. فهي جابت ده بقى كان ب 350، فصلت معامه بالعافيه ب 300 جنيه وراحت ورجعت عليه، وفي الاخر برضك اشتريته. هو جميل قوي واوفر سايز واللي هو عامل زي ما يكون فرو كده، مش عارفه هيبان ولا لا. وطبعا انا هقيسه لكم دلوقتي، بس هو تقيل قوي اصلا، وجع لي ايدي وانا شايلاه دلوقتي. طبعا انا هلبسه معاها يعني، احنا كلنا دي هدومنا كلنا يعني، فهزوره معاها يعني. بس هو برضك قايم الحاجات دي بقى منتشره ياما جدا هناك. هتلاقوا الفرو كله يعني كله سواء بقى فرو اللي هو فرو مشعر بالطول، اللي هي الحاجات اللي كانت تتلبس على بلوفر او قميص، سواء حاجات زي كده. في بلوفرات، انا شاريه بقى بلوفرات، انا ما اشتريتش جواكت من دي، انا اشتريت بلوفرات هوريها لكم دلوقتي. ده برضك كان وسط البيع كده، بس ده بقى رخيص، ده كان ب20 جنيه تقريبا او 25 مش عارفه. بس هو خامته تحفه تحفه، شبه اللي انا لابساه ده بس بزرار لحد تحت. وخامته بقى ايه اللي هي الحاجات بقى اللي هي مخلطة بس حاجات حلوة يعني هو كشمير وصوف طبيعي وحاجات كده يعني. بس هو حلو قوي طبعا بالنسبة لسعره، انا ما بحبش البني بس احنا جبناه عشان القماش. بقى هنخش على البلوفرات والحاجات اللي جبتها من عمو الاخير. عمو دوت المحل اللي اشتريت منه البلوفرات دي هو نفسه المحل اللي اشترينا من عنده اللي اشترينا من عنده الجاكيت اللي وريته لكم شويه دوت. من عنده بقى البلوفرات، هو عارض حاجات جوه وعارض حاجات بره. في حاجات ياما بره عارضها في رينج 150 البلوفرات، وسويتشيرتات ب150 برضو تقريبا. وفي بردك حاجات تانية شارين منها كانت ب125. جوه بقى عنده نفس الحاجه برضو بس اغلى شويه. انا مش شايفه في فرق غير في السويتشيرتات جوه احلى شويه من ناحيه الخامه اللي هو شكلها اجدد واقيم. انما الحاجات اللي هي الفرو والبلوفرات انا شايفه ان هي صراحه ما اختلفناش في اي حاجه. بس طبعا كل ما تاخدوا كميه بتفصلوا يعني. لو هتشتروا كذا قطعه وكده فصلوا، لان احنا فصلنا في الحاجات دي. اختي لما اشترت الجاكيت كانت مفاصله فيه، وماما برضك اشترت جاكيت بس انا مش هصوره معانا لان انا مش عارفه هو فين حاليا. هي خدته بدل 500 ب 400. والبلوفرات دي احنا جبنا 9 قطع ب1000 جنيه، يعني احنا فصلنا فيهم من 150 و125، خدنا كله كده على بعضه ب1000 جنيه. حاجة جبتها ده اللي هو صوف كده على اللي هو اسمه مهير. صوف على مهير. انا مكنتش بحب خامة المهير مش عارفة ليه، ممكن عشان انا كنت يعني فاكراها ان هي شكل واحد بس بعد كده لقيت فيه حاجات مختلفة. فده من ضمن الحاجات المختلفة، هو مشعر كده وشكله جميل قوي. انا عيبه الوحيد بالنسبه لي ان الشعر ده بيقع، بيبقى عامل شبه فرو القطط كده على الهدوم. الموضوع ده بيزول شويه لو لابسين حاجه سودا، ولكن هو حلو. وطبعا القصه المفضله بالنسبه لي. بس ده ميزته بالنسبه للي عندي الباقيين. اللي عندي الباقيين محتاجين حاجه فوقيهم، ما ينفعوش لوحديهم، ان هم هيتلبسوا ايه في الشتاء تحت حاجه وفي الخريف هيتلبسوا لوحديهم زي اللي انا لابساه ده كده. انما دوت بقى طبعا ده بلوفر تقيل عادي، فاقدر البسه ايه لوحده، واقدر برضك اضيف فوقيه جاكيت. هو شكله كيوت جدا واوفر سايز. وطبعا في القصه دي اللي انا اكتشفت ان هي زي ما قلت لكم بتثبت الكتاف، فبالنسبه لي حلو طبعا، لونه حلو.
طبعا انا مش هجيب الوان بيج تاني ولا ابيض تاني، لان انا جبت بيجات وابيض المره دي بس، خلاص كده، ولا زيتي ولا بنيات، عايزه بقى الون بعد ايه. ده عليه افوكاتو كده، عجبني قوي اللون اللي فيه دوت، حاساه كيوت قوي، وحاسه ان انا اللون ده اول مره اجربه، اللي هو اول مره اجيب حاجه فيها اخضر كده، فحاسه ان هو شكله كيوت كده وكده يعني، هو بينفش شويه، بس انا عادي بالنسبه لي ان انا اصلا يعني رفيعه من فوق، فالموضوع مش بيفرق معايا قوي. بس هو شكله كيوت قوي يعني. بفكر بقى ان انا اجيب له شنطه اللون ده، بس يعني حاسه ان هو هيبقى اوفر، فغالبا هجيب شنطه بيج عادي، ان انا محتاجه شنطه بيج. وده بقى تالت حاجه، ده اخو الابيض، بس ده طبعا على خامه تانية، وعجباني قوي الزراير اللي فيه دي، شكلها كيوت جدا جدا، اللي هو الوان كده وتحسه اللي هو حاجه مختلفه، وهو اوفر سايز كده وشكله حلو. انا جبت طبعا عشان خامته. الحاجات دي في منها معلهاش تيكت، هو الاولاني بس اللي عليه تيكت، الاتنين الباقيين دول معلهمش تيكت، انا مش عارفه هما من اهلي ولا منين ولا من فين، بس هما خامتهم كويسه. ده كانوا بتوعي انا، انا جبت دول، في بقى الباقيين بتوع اخواتي هوريهم لكم. ده ده كده بتلبسه، اللي هو جايباه تلبسه اليومين دول، وبعد كده تلبسه تحت الهدوم. هو كتكوت قوي، بيفكرني بميفيس في فندق بنسلفانيا، باين مش عارفه اسمه ترنسلفانيا ولا بنسلفانيا، ما علينا يعني، بس هو بيفكرني بميفيس. مش عارفه، كل ما اشوفه كده شبهها بالظبط. وعليه جوتشي، انا ما بحبش الحاجات دي، بس هي عجبها يعني، فما علينا يعني. كيوت قوي، وانا اللي منقياه، وعجبني قوي بالذات بسبب الجملة اللي عليه ديت، الكلام اللي عليه ده جميل قوي، اللي هو ان البني ادم لما يشوف نفسه يستحق، او الشخص لما يشوف نفسه يستحق، هيبقى صعب ان هو يقعد وسط ناس شايفهم ما يستحقوش. شكله كيوت بقى في اللبس زي ما احنا لابسين. الحاجات دي بقى اللي بيخليني احس ان هي فعليا صيني، وان هي الناس اجسامها مختلفة، ان انا قايساهم عليا باينين ان هم اوفر سايز ومقاسهم مظبوط وكل حاجه. شفتي بقى، عشان هي الشيب بتاعها عادي، مش بتيت ولا حاجه، فالكمام جاي عليها قصيره شويه، ولكن هي تغاضت عن الموضوع ان هي كده كده هتلبس فيهم جاكيت في الشتاء، فهي عدت الموضوع عادي. بس انا الموضوع ده فارق معايا قوي، لاني حاسه ان الحاجه مظبوطه عليا المره دي، اللي هو اوفر سايز اوفر سايز عليا. ان دوت الحاجات دي تقريبا دي حاجات رياضيه، وده بردك صيني يعني، مكتوب عليه الليبل صيني. ده اصلا كان فيه منه ولادي، وكان في منه بناتي، كان في اللي هو في الناحيه بتاعت الولاد، كان في كمان احجام كبيره اللي هو اوفر سايز، لو حد مثلا عايز يشتري حاجه اللي هي تكون كبيره اوفر عليه. بس انا شايفه ان دول مقاساتهم كويسه. ده اصلا كان ستاند كده وكله الوان، في منه سويت شيرت، وفي منه اللي هو زي كده. جبنا ده، وجبنا واحد اسود تاني نفس الشكل ب 125. احنا يعتبر مفصلناش فيه، احنا فصلنا في التانيين. وجبنا سويت شيرت تاني رصاصي، انا مش عارفه اختي التانية ودته فين حاليا، هو سويت شيرت كده يعتبر خريفي بردك، كباسين كده من هنا وبزنط، ولونه رصاصي يعني، ما فيهوش اللي هو حاجه مختلفه قوي، بس اوفر سايز. وبس كده، ده اللي اشتريته يعتبر من المنشيه طبعا زي ما انتم شايفين، اكتر حاجه اشتريت منها اسعارها متوسطه يعني. مثلا اغلى حاجه هناك حرفيا قابلتها كانت الجواكت، وكانت جديده، اللي هي جديده فعليا، كانت ب 500 جنيه. انا ما شفتش اغلى من كده، وكل حاجة بنفصل فيها يعني. 500 ده ممكن ينزل ل 400، لو شارين كذا حاجة ممكن ينزل اقل. البلوفرات برضك رنجها من 100 مثلا لغاية 150، بس خامات يعني. انا في البطاش شفتها ب100 وب150، بس مكانتش خامات، كانت خامات اللي هي اكليريك. ايه تاني، سويت باندز زي ما قلت لكم، لو عايزين تشتروا روحوا الحقوها ب 150 جنيه، تحفه تحفه بجد، وكلها متبطنه، انا ما شفتش الخامات دي بره. واخر حاجه بقى هقول عليها، بس دول كنت شاريهم من فتره صراحه، فهم مش موجودين حاليا. في كده بنطلونين اشتريتهم، بنطلونين قماش، اللي انا لابساه دوت منهم، اللي هو الزيتي ده، جايبين زيه بردك بني، بس خامته مختلفه شويه، كانوا ب45 الواحد. وجبت الكاروهات دوت برضو برضك كان ب45، هما التلاتة كانوا مع بعض. هما خامات بوليستر، مش اللي هي احلى حاجة يعني، ولكن برضك ايه، شغالين لغاية اما الاقي بنطلون القماش المناسب ليا، او اللي احس ان انا جبت حاجة قماش جامدة. بس كده، اتمنى تكونوا استفدتوا. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة وتفعلوا الجرس وتشيروا لاصحابكم، ولو عايزين تسألوني اي حاجة عن المكان اكتبولي في الكومنتات تحت. بس كده. باي.